ايه اللي بتعملوه عشان تضيعوا الحزوقة اللي هي بالبلدي الزغطة الملوخية لا، بالظبط كده. من الحاجات اللي بحبها ومن الذكريات اللي بحبها جدا 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 النوجة، وخصوصا النوجة اللي بتتندخ كده زي المستيكة او اللبان. المستيكة زي الاسكندراني بتبقى جميلة جدا ومن الذكريات الجميلة. طبعا من وقت للتاني بحب اجيبها. طبعا النوجة بالسوداني شايفين بتندخ كده. بحب النوع ده جدا. طبعا عايزه اقول لكم عن حاجه مضايقاني جدا جدا. الحزوقه، عارفينها طبعا. الحزوقه اللي هي بالبلدي الزغطه ابني بيضحك. طبعا الزغطه او الحزوقه من الحاجات اللي بتضايق جدا جدا، خصوصا انا لما بيجيلي ما بقدرش اتنفس. فطبعا ابني بيقول لي اكتمي نفسك كده 30 ثانيه، 30 ثانيه كده. وطبعا انا نفسي قصير ما ينفعش اكتمه 30 ثانيه. طبعا عشان اكتم نفسي 30 ثانيه انا اساسا نفسي قصير، خصوصا لما جات لي الكورونا نفسي قصير ما بقدرش اكتمه 30 ثانيه. فطبعا لما سالت امي ربنا يديها الصحه والعافيه يا رب، قالت لي اشهقي اشهقي. الشقه بتاعت الملوخيه عارفينها طبعا. شقه الملوخيه بالظبط كده. لما تيجي تشهقي بتطلعي نفس كده كبير كده. الشهقه دي هتخلي الزغطه او الحزوقه تروح. طبعا عملتها وفعلا الزغطه او الحزوقه راحت. طبعا الناس الكبار بيبقوا عارفين الحاجات دي، وطبعا بعيد عن الطب، بعيد عن اي حاجه تانية، هم اهل خبره. فانا دايما بحب اسالهم كتير واخد تجاربهم. فقولوا لي بقى في التعليقات ايه اللي بتعملوه عشان تضيعوا الحزوقه اللي هي بالبلدي الزغطه. طبعا انا جربت الطريقه بتاعت امي ونفعت معايا كتير جدا، اللي هي الشقه كده نفعت معايا جدا. فقولوا لي لو في حاجات تانية قولها لي في التعليقات. اكمل انا النوجه بقى